لازم تسوي أشياء زود للمجتمع لربك. أما الصلاة والصوم هذا مجبور كمسلم تسوي، إذا ما سويته يعني اطلع من الإسلام وخلصنا. أنا ما قلت شيء، أنا قلت إن الأجنبيات يعني أنا ما أتابع عربيات في السوشيال ميديا، أنا أتابع أجنبيات، أحب روتين الأجنبية. وقلت إن حتى الرياضة خديناها من الأجنبيات، أسلوب حياتهم حلو فريش نظيف، أسلوب حياتهم ما فيه ميك اب، أسلوب حياتهم ما يسوون شعرهم وايد، يسوون رياضة، أسلوب حياتهم وايد فرفوشي، أسلوب حياتهم ما يهتمون لهذا وهذاك وش قال. ممكن تطلع وهي لابسة شحاطة حقة البيت وتطلع برا ما تهتم، فهمتوا؟ مو زينا حنا. فنظام الأجنبية، المرأة الأجنبية أنا أحبه. أنت حاطة ميك اب، هذا ما يعتبر ميك اب، هذا ما يعتبر ميك اب، أنا مسوية بس شوية كحل. أنت تحسبني حاطة ميك اب، طبعا من الجمال لأني وايد جميلة فالناس تحسبني إني فول ميك اب، بس أنا مو حاطة فول ميك اب، هذا بس كحل. الحواجب ترى حواجبي أوكي، البشرة ما فيها شيء، اللهم جلوس وشوية كحل، يعني أبسط من كده ما فيش. يعني أتوقع الرجال حاليا يتزينون أكثر مني. أتوقع الرجل الحين لما يصحى من النوم يعدل شعراته ويعدل شو اسمه وبشرته بعدين يطلع. أنا يمكن أقل منك، يمكن أنا أقعد قدام المراية أقل ما تقعد أنت. ايش فيك؟ انا حتى شعري مو مسويه، مع انه اذا سويت شعري يطلع اذا سويت شعري يطلع شكلي بيرفكت اكثر واكثر، اطلع كني طالعه من المسلسل. ما استرحالي، انا مو نكره، انا مش عوره، ليش استرحالي؟ انا هذا لبسي وانا عاجبني، وطريقه لبسي اكيد ما راح تطلعني من اسلامي ولا راح تتبعدني عن ربي، أكيد أنا هذه طريقتي وأنا أحبها. وكل واحد كيف يشوف الدين، وكل واحد كيف يشوف منظوره. مو ربي قال تدبر، أنا تدبرت ولقيت إنه كده صح.